الجو بيلعب ما بين الصيف والشتاء. تعالي أقولك تلبسي ابنك إيه عشان يبقى مرتاح وما يعيطش ويتعب منك. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان المعلومة توصل لكل أم وتستفيد منها. لو الجو حر ما تخافيش من التخفيف. أول حاجة لو طفلك لابس صوف شيليه فوق واستبدلي كل الصوف بقطن خفيف. الطاقية، الجوانتي، الشراب، كل الحاجات دي شيليها دلوقتي وسيبيه يتهوى شوية. القاعدة الذهبية بقى هنا، خففي طبقة واحدة عن اللي لابسها وشوفيه هيستجيب معاكي ازاي وجسمه هيقول ايه. وحطي دايما ايدك على رقبته وعلى ظهره عشان تجسي حرارته. لو حرارته طبيعية يبقى كده لبسك تمام. لو عرقان او صهدان او وشه محمر تعرفي ان كده في طبقات زيادة وشيلي كمان طبقة. خدوا بالك موجة الحر اللي احنا فيها اليومين دول دي مش ثابتة، بعدها الجو هيرجع يبرد بس مش هيرجع يبرد قوي. فتابعي دايما حرارة جسم ابنك اول باول واظبطي الرئات على حسب الجو. طبعا في اختلاف في درجات الحرارة في مصر كبير، ممكن تلاقي في فرق 12 درجة ما بين مصر وأسوان، ما بين القاهرة وأسوان وما بين اسكندرية وأسوان. أما بالنسبة للطفل الرضيع فتزودي طبقة واحدة عن اللي انت لابساه، يعني لو انت لابسة طبقتين خليهم هما 3. وقولي لي في الكومنتات ابنك لابس كام قطعة دلوقتي.